السلام عليكم. عمرك شفتي تورته موف بالنعومه دي؟ لو نفسك تعملي تورته في البيت، ازاي تخلي التورته شكلها 5 ستارز كأنها طالعه من افخم محل حلواني؟ تعالى اقولك السر. الفيديو ده فيه تفاصيل كتيره جدا جدا، وهقولك عليها كلها. بس قبل ما نبدأ تعالوا ناخد شوية حسنات مع بعض ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي هنا نص كيلو من سبونش الشوكولاتة مع نص كيلو من السبونش الفانيليا. خبزت كل واحدة في صينية مقاس 24، وهعمل منهم تورتتين ان شاء الله. دي اول واحدة هعملها معاكم. هقطعها الاول بالمنشار، وهقسمها لديسكات كده، وبعد كده هاخد التورته الشوكولاته اقسمها بالنص، والتورته الفانيليا اقسمها بالنص، علشان نطلع منها نصين، نص شوكولاته ونص فانيليا. شايفين بقى الكيك جميل ازاي؟ ما فيهوش فقاعات، ما فيهوش اي حاجه، ممتاز جدا وطري جدا وهش ولذيذ وجميل وزي الفل. تعالوا بقى نبتدي على طول نعمل الحشوه. وزي ما عودتكم في الصيف ان انا دايما بحط بولتين كده من الستانلس او حلتين ستانلس كده جوه بعض، وبحط فيهم في واحده منهم شويه ميه وبدخلهم الفريزر علشان الميه تتجمد وتعمل زي كاني بعمل كده حمام تلج اضرب فيه الكريمه. اولا بتساعد على ان الكريمه حجمها يتضاعف، ثانيا بتخلي الكريمه ما تسحش معاكي في الحر، بتقدري تشتغلي كويس قوي. ويفضل في الصيف بالذات انك تشتغلي جزء الحشوه لوحده وجزء التجليس لوحده، يعني ما تضربيش الكريمه كلها مره واحده. هنا انا استخدمت كريمه خفق، خدت نص العلبه اللي هي نص العلبه نص لتر، وكمان حطيت عليها نص كوبايه من السكر البودر وضربتهم شويه كده، وبعدين حطيت كوبايه من الكريمه الخام اللي هو ريتشي المتحده، ودي انضف نوع كريمه موجوده في السوق. ريتشي طبعا دي تعتبر كريمه لباني بودر. وحطيت معاها كمان شويه لبن حليب، حوالي كوبايه كده، علشان نظبط بقى قوام الكريمه بتاعنا. ما ينفعش نعمل تورته بكريمه خفق بس لوحدها، لانها تسيح، مش هتستحمل معاكي حاجه، ولا درجه حراره ولا اي حاجه. لازم مثبت، والمثبت هو بيبقى البودره الكريم شانتيه اللي احنا حاطينها دي. تمام. هتشوفي بقى عينك هي ميزانك، لو احتاجت شويه لبن حليب تاني هتحطي، لو ما احتاجتش يبقى خلاص. هنقسم بقى الكمية اللي عندنا هنا نصين، وهنبتدي نحط على النص اللي احنا عايزينه بالشوكولاتة جناش شوكولاتة. جناش الشوكولاتة ده عبارة عن شوية لبن شوية شوكولاتة. سخنت اللبن قوي على النار، وابتديت بقى ان انا احط فيه قطع الشوكولاتة، وقلبت كويس قوي لحد لما الشوكولاتة ساحت وعملت معايا جناش الشوكولاتة الجميل ده. هنا برضو انا هسقي الكيك بجناش شوكولاتة. خدت شوية شوكولاتة كده وخففتهم بشوية لبن، علشان اسقي بيه التورتيه بتاعتي. وكمان النص الفانيلا هسقيه ب شويه لبن ساقع متدوب فيه معلقه سكر واحده بس. من افضل الطرق لحشو الكيك بقى هي انك تحشي في نفس الصينيه اللي انت خبزتي فيها الكيك بتاعك، وده بيساعد على ان الطبقات تبقى منتظمه فوق بعض كده، وما تملش منك بقى يمين وشمال. لو انت مبتدئه يعني وحابه تعملي تورته في البيت، دي افضل طريقه تعملي بيها التورته بتاعتك. تمام. انا هحشي هنا نص كريمه ونص شوكولاته، هاجي عند النص الشوكولاته احط بقى شويه جناش، ازود شويه جناش كده، وابتدي اقلبيه كده علشان يمتزج كده في الكريمه بتاعتي. وكمان هحط شويه شوكليت شيبس، بتدي طعم حلو قوي قوي صراحه، يعني في منتهى الجمال. هنفضل بقى نحشي الطبقات كده لحد لما نوصل لاخر طبقه. وخدي بالك ان سقي الكيك بيتوقف على مدى طراوه الكيك بتاعتك، يعني عينيكي هي ميزانك. يعني مثلا كيك الشوكولاته احتاجت انها تتسقي كتير، كميه سوائل كتيره، غير ناحيه كيك الفانيليا معلقتين 3 بس كده فوق الوش كده، وكانت ممتازه جدا جدا وقوامها حلو قوي. فخلي عينك دايما هي ميزانك لما تيجي تسقي الكيك، وما تبالغيش في سقي الكيك قوي لو كانت هي طريه من الاول، علشان ما تبقاش عجينه بقى معاكي وتاخد الكيك والكريمه وتهبط منك. يعني اسباب كتيره قوي لان الكيك تهبط منك او تشقق منك بعد لما تحشيها وتحطيها في التلاجة وكده. خلاص بقى انا كده حشيت اخر لاير عندي، وهبتدي بقى اقفل عليها بالكيس وهحطها في التلاجة. اقل حاجه تقعد ساعتين في التلاجة. لو عايزه تشتغل فيها على طول، انا سبتها من بالليل لتاني يوم الصبح، علشان كده تمتزج كده وتتماسك كده وتبقى متماسكه. تاني يوم بقى الصبح قمت جبت بقى بقيه الكريمه، كريمه الخفق اللي انا استخدمتها، واشتغلت بنفس الخطوات. حطيت كريمه شانتيه ريتشي، وحطيت بقى شويه لبن حليب كده لحد لما القوام ظبط معايا بالشكل ده. اهم حاجه انك لما تجيبي القاعده بتاعتك بتاعه التورته تحطي عليها كده كميه كريمه محترمه،
ليه؟ علشان التورتايه تلزق على القاعده وما تروحش منك يمين وشمال. دي حركه مهمه جدا جدا، اوعي تنسيها. خصوصا لو التورته هتخرج بره البيت، لازم تثبتيها كويس على قاعده التورته بتاعتك. تمام؟ شايفين الشكل طالع منتظم ازاي ومتناسق ازاي؟ هنجيب بقى كيس من كيس الحلواني ونعبي فيه الكريمة اللي احنا خفقناها وضربناها بالمضرب بتاعنا، وهنبتدي بقى نجلس التورتاية بتاعتنا ونغلف التورتة بالكريمة. ودي افضل طريقة التغليف التورتة، علشان بتوزع الكريمة بطريقة متساوية جدا، فما بتاخدش وقت في ايدك، فجأة بتلاقي نفسك خلصتي التورتاية بتاعتك. غير ان انتي توزعي بالسكريبر وتقعدي تمشي بقى بالسكريبر كده شويه شويه. انا برضو عملتها معاكم قبل كده بالسكريبر من غير كيس حلواني، ولكن الطريقه دي بتبقى الاقرب لقلبي، يعني جميله جدا جدا. وكمان لو ما عندكيش كيس حلواني تقدري تستخدمي كيس من اكياس التلاجة عادي خالص. هنبتدي بقى بالسكريبر بتاعتنا كده، نبتدي نمشي كده حوالين التورته كده. بتثبتي ايدك وبتلفي القاعده الدواره، فهتلاقي انها بتتجلس معاكي قوام. لو الكريمه مضروبه كويس ومخدومه كويس وناعمه، هتلاقيها تتجلس معاكي بطريقه سهله جدا جدا، مش هيبقى فيها اي فقاقيع هواء، مش هيبقى فيها اي تكتلات، مش هيبقى فيها تشققات، مش هيبقى فيها حبيبات كده. ساعات بتلاقي الكريمه محببه معاكي وانتي بتجلسي التورته، وده لانها بتبقى ناقصه سوائل. تمام؟ علشان كده لو عملتي بالكريمه وطلعت محببه وحطيتيها كمان في التلاجة، هتلاقي ان الكريمه شقت معاكي، التورته شقت معاكي والكريمه شقت معاكي. بصوا بقى من فوق الوش كده، حبيت ان انا اعمل شكل جمالي. جبت بقى الفرشه وابتديت اعمل دوريات كده علشان يدي شكل حلو قوي من فوق، ومن الاجناب كمان ابتديت امشي بالفرشه علشان تديني شكل كويس. الحقيقه ان انا ما كنتش عايزه اعمل شارب ايدج، لان هو التصميم اللي كان اللي عايزه اعمل زيه ما كانش فيه شارب ايدج. هو كانت الكريمه من فوق غير متماثله بالشكل ده، وكانت شكلها مش يعني المفروض ما يبقاش مظبوط. تمام؟ هنجيب بقى جزئين من كريمه كده في طبقين. هنبتدي ندرج بقى الالوان الموف بتاعتنا. هنبتدي نظبط الاول درجه اللون الفاتح، وبعد كده نظبط بعد كده درجه اللون الغامق. تمام؟ هنحط نقطة صغيرة هتدينا لون موف فاتح، وهنكتر شوية من اللون الموف ده. لون جل بيتجاب من عند مستلزمات الحلواني، مخصص لتلوين الكريمة. تمام؟ هنعبي الكريمة بقى في كيس من كيس الحلواني، نفتحه فتحة صغيرة زي ما انتوا شايفين، وهنبتدي نمشي بيه كده على الكيك بتاعنا. بتثبتي ايدك الاول وبتمشي الدايرة او القاعدة الدوارة اللي محطوط عليها التورته. تمام؟ بعد كده بتجيبي سكريبر بقى صغيره كده، وتبتدي ان انت تجلسي الجزء اللي انت عملتيه ده. تمام؟ ما بتلمسيش الكريمه اللي فوق علشان ما تلخبطش الدنيا معاكي. عشان كده احنا بنعلي سمك الكريمه اللي باللون الموف اللي احنا حطيناها، علشان واحنا بنجلس ما نلمس الناحيه اللي فيها الكريمه البيضه. طيب الكريمه الموف، وانت بتحطي طبقه كريمه الموف هتحطي طبقه سميكه شويه. تمام؟ بحيث ان انت هتملي من اول الخط اللي انت هتحطيه ده لغايه تحت خالص. تمام؟ زي ما انت شايفه كده انا بثبت ايدي وبلف القاعده الدواره اللي عليها التورتيه عشان تظبط معاكي الدايره، ما يبقاش معاكي حته فوق وحته تحت. وبعدين ببتدي بقى املى بقى الفراغات اللي من تحت عادي خالص، وبالسكريبر برضو بميل شويه لبره علشان ما المس الكريمه اللي باللون الموف اللي فاتح، وابتدي بقى اظبط الكريمه اللي باللون الموف الغامق دي، اعمل لها تجليس كده جميل. بجيب بقى منديل وبنضف البوردة بتاعتي من اي كريمة لزقت عليها بسرعة بسرعة، علشان لو الكريمة دي نشفت مش هتعرفي تشيليها. لازم اول باول تنضفي البورد اللي انت بتشتغلي عليه. من افضل الالوان اللي بتليق على اللون الموف هو اللون الفضي. اللون الفضي بيكون رهيب مع اللون الموف. جبت بقى دست باللون الفضي ودوبته في المذيب بتاعه، وابتديت بقى امشي بفرشه كده رفيعه. الفرشه دي بتتجاب من اي مكتبه، وابتديت امشي على الخطوط الخارجيه دي للون الموف اللي عندي علشان يدي كده ضي جميل للتورتيه بتاعتي. امشي بحذر علشان اللون ما يسيلش معاكي، ولما تيجي تعملي الدست بالمذيب ما تخليهوش خفيف قوي. تعالوا بقى نظبط الشغل. الاهم من الشغل هو ضبط الشغل. ده مالتيزر بيتجاب من عند مستلزمات الحلواني.
تمام. المالتيزر ده بيجي بلونين بس، يا اما ابيض كده يا اما شوكولاته. تمام. انا بقى جبت اللون الابيض ده وابتديت احط له دست باللون الفضي، وحطيته في كيس من اكياس التلاجة كده، وهبتدي ارجه كده مع بعض علشان احوله من لون ابيض للون فضي جميل، لانك مش هتلاقي مالتيزر باللون الفضي بره خالص. يعني الحاجات دي بيبقى الوانها محدوده قوي، هو ابيض او شوكولاته. تمام. شايفين اللون جميل ازاي؟ نفس الموضوع عملته مع الملبس الصغير الرفيع ده، السبرينكلز. وبرده السكر الخشن، انا جبت سكر خشن وحطيت له شويه دست ذهبي برضو علشان استخدمه في التصميم بتاعي. هنبتدي بقى نرص الحاجات بتاعتنا كده، وعينك بقى هي ميزانك وانتي بترصي الحاجات الحلوه دي. وهنبتدي بقى نظبط التصميم بتاعنا كده، ونوازن بين المالتيزر اللي لونه فضي، ونكسر حدة اللون باللون المالتيزر الأبيض، وهكذا. دي بقى توبرز بيتجاب من عند مستلزمات الحلواني، أو ممكن تطبعيه في أي مكتبة على ورق اسمه ورق كوشيه. الفراشات دي بتتجاب كده جاهزة، وحطيتها بالشكل ده، وزعتها كده توزيعة حلوة، وكتبت هابي بيرثداي، اختصار 3 حروف الأولى هابي بيرثداي أنجل، على عجينة سكر حطيتها في مولد حروف. وإن شاء الله هبقى أعمل معاكم الحاجات دي كلها رفايع دي في فيديو منفصل، عشان أوريكم إزاي بتطلعي الحاجات والألوان دي كلها. لو عجبك الفيديو وصلتي معايا لحد هنا، ما تبخليش عليا باللايك، نوريني بالاشتراك في قناة صنعة في المطبخ مع أميرة الطاهر علشان يوصلك كل جديد. إن شاء الله نعمل تورتات حلوة جاية وأكلات حلوة كتيرة. شفتوا بقى الطريقة جميلة جدا جدا وسهلة، تقدري في البيت تعملي حاجة لولادك وتفرحيهم، وكأنها طالعة من أفخم محل حلواني. شكرا للمشاهدة.